النهارده هعمل لك تجميعة ميد ان جيرماني، يعني بروفيسيونيلا اس شتوك، بروفيسيونيلا اس شتوكا، بروفيسيونيلا. ده بروفيسيونيلا ده ايطالي، ايه اللي انا بقوله ده؟ خلي بالكوا الكلام اللي انا منطقه ده بالروسي صح 100%. ومش بس كده، انت ليك عندي مفاجأة عشان انت محترم وهتعمل لايك وتشترك في القناة دلوقتي. احنا هنعمل خصم اضافي جامد جدا وحصري عشانكم انتوا بس. مرة أنا وصديقي إبراهيموفيتش الألماني قاعدين بنتكلم كده وبيقول لي إيه رأيك يا شابوفيتش لما نعمل فكرة جامدة كده؟ قلت له قول يا معلم. قال لي أنت هتتكلم على مشكلة الرامات والاس اس دي وإن الأسعار غالية والناس مش عارفة تجيب أجهزة وفي مشكلة عالمية كبيرة. مين؟ مين معايا؟ أيوه سامعني؟ ألو. ايه بتقول مين؟ طب اقفل يا عم احسن اديك في وشك. فاحنا هنشارك اليوزر وهنقول له ازاي يلاقي حل او يعمل تجميعة في الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها دي. يعني مثلا لو انت رايح تشتري كولر 360 مللي، لا اشتري 240 مللي وهتوفر. مثلا هتشتري كيسة جامدة قوي بسبع مراوح ادريسبل ار جي بي، لا اشتري كيسة اصغر شوية باربع مراوح. هتشتري اس اس دي 500، لا اشتري 256. الرامات مثلا مش لازم نجيب 64 او حتى 32، ممكن نجيب 16 نمشي بيها نفسنا. الباور سبلاي ليه نجيب باور 1000 واط و1200 واط واحنا كارتنا او المعالج بتاعنا مش محتاجين او القوه دي؟ ممكن نجيب 850 وبرضه يبقى كويس معانا. الحاجات دي لو كل بند فيها وفر من 1000 ل 2000 جنيه هنلاقيها جمعت رقم محترم قوي في الاخر، ممكن اصلا يعمل لنا قطعه كامله. وبكده هنلم الميزانيه ونعمل اوبتمايز للتجميع بتاعتنا وناخد اداء محترم وقيمه مقابل السعر. قلت له والله دي فكره جامده جدا، ابعت لي بقى اغلى قطعه عندك عشان نحذر الناس منها ونقول لهم هاتوا الحاجات الاقتصاديه. عايز اقول لكم القطع اللي في الجهاز اللي انتوا هتشوفوه ده كلها جديده متبرشمه، كانت بضمان وكيل محلي سنه، وانا فتحتها عشان اعمل بيها الفيديو ده، وهي دي اللي هنزل لكم عليها الخصم الجامد جدا اللي هيبقى هديه عشانكم. وده دعما مننا برضو لكونسبت الفيديو بتاع صديقي الالماني، ان احنا نعمل اوبتمايز للتجميعه ونخلي كل الناس تشتري وتجمع الجهاز اللي نفسهم فيه، بدل ما الناس جالها عقده من الاسعار بتاعت دلوقتي. بصراحه روق على اخوك بقى واعمل لي لايك وشير واشترك في القناه واشترك في الصفحه كمان واكتب لي تعليق حلو زيك كده. هيا بنا في رحله شبابيه جديده. التجميعه دي بالكامل برعايه بي كوايت. راعينا ان المكونات تكون ما بين الفئة المتوسطة والعالية، يعني البوردة مثلا بي 650 ام، والمعالج رايزن 7 8700 اف، والرام 32 جيجا، وكارت الشاشة RTX 3070 Ti. اول حاجه معانا الكولر الشقي ده موديل لايت لوب 240 مللي. بالنسبه للدعم فهو دايس معانا في كل حاجه، في انتل من اول الجيل الثامن لغايه ال17 اللي هو لسه منزلش، وفي AMD شغال مع رايزن AM4 القديم و AM5 اللي هو موجود دلوقتي، يعني مش هنحتاج نغيره وهيكمل معانا فتره كبيره جدا. المراوح موديل لايت وينجز LX، حجم المروحه 120 مللي. الاضاءه ادريسبل RGB ومدعومه على جميع برامج التحكم للمذر بورد. سرعة الدوران بتوصل 2100 لفة في الدقيقة، والنويز ما بين 17 و 36 دي بي في أعلى ضغط. البامب من البلاستيك، تصميمها شكله لذيذ كده زي ما انتوا شايفين وبتنور كلها RGB. سرعة الدوران بتوصل 2900 لفة في الدقيقة. أدائها هادي جدا، يعني عايز أقول لكم مفيش أي نويز خالص. شغالة بأحدث تقنيات بي كوايت الجيت بليت، وده هيدينا أداء ممتاز وتبريد احترافي جدا. البلوك عبارة عن طبقة سميكة من النحاس، حجمها كبير، والأهم إنها ناعمة جدا، مش هتلزق في أي بروسيسور لأن معمول لها معالجة بمواد معينة. عندنا إمكانية الريفيل، بيجي مع الكولر كده عبوة ليكويد بحيث نعيد تعبئة الكولر من تاني. باختصار انت شارك كولر مرتين واخد عمره مضروب في 2، ودي ميزة عظيمة جدا بصراحة. بي كوايت بتعملها مع أغلب المبردات المائية عندها. بيجي مع الكولر الهب ده عبارة عن كونكتور في أماكن لوصلات المراوح، بحيث لو ما عندكش أماكن كفاية على البوردة فمش هتحتاج إلا مخرج واحد بس، وهتقدر توصل من خلالهم لغاية 6 مراوح بالإضاءة بتاعتهم. بيجي أنبوبة معجون منفصلة هتكفينا مرتين تقريبا. بي كوايت بتقدم ضمان 3 سنين كاملين مع الكولر. سعر النسخة ال 240 مللي البيضة اللي معانا $135، يعني حوالي 7400 جنيه تقريبا. تاني حاجة معانا هو الباور الشقي ده موديل باور زون 2 بقدرة 850 واط ومعيار كفاءة 80 بلس بلاتينيوم، ومعتمد من سايبرنتكس بلاتينيوم. الباور فول موديولر، بيجي بدعم PCI Express 5.1 و ATX 3.1 بقدرة 600 واط للكيبل. في حركة عجبتني قوي في كابل ال ATX الجديد ده، وهي انه جاي بحرف ال L زي ما شايفين كده، بحيث ياخد افضل وضعية تركيب بدون اي مشاكل اهتزاز او حرق زي اللي بنسمع عنها.
عندنا كابلات كتيرة وهتغطي اي استخدام، كمان في 3 PCI لكروت الشاشة بالاضافة للكيبل الجديد كلهم على خطوط منفصلة، فالنقطة دي ممتازة جدا. المكثفات تايوانية هاي اند بتستد لغاية 105 درجة. الباور شغال بتقنية ال LLC وده عشان يحقق افضل كفاءة واستقرار تحت ضغط. التبريد عبارة عن مروحة بيور وينجز 3 بحجم 140 مللي. عايز اقولك يعني ده مروحة كولر اصلا مش باور، فتخيل كده الكفاءة. خصائص الحماية الاحترافية من انقطاع التيار وتحت ضغط مفاجئ وغيرها كتير، واكبر حماية بتقدمها بي كوايت هي الضمان لمدة 10 سنين. عايز اقولك من احسن النقط معانا كمان ان الباور ده سعره حلو جدا، يعني بي كوايت عاملة عظمة بصراحة. الباور هنا بريميوم وبسعر اقتصادي، سعر الباور $130 يعني 7000 جنيه تقريبا. واخيرا معانا الكيسة اللي بحبها جدا وعملنا فيها من فترة واحدة من اغلى التجميعات في مصر، من اجمل الكيسات اللي ببقى مرتاح وانا بجمع وبشتغل فيها، موديل لايت بيز LX 500. بصراحة الديزاين بتاعها عبقري بزيادة. الكيسة دي ميد تاور، بس خد بالك ده اسم بس، الامكانيات امكانيات الفول تاور. الشاسيه معدن ستيل وبعض القطع من البلاستيك ABS. وزن الكيسة دي فاضية 11 كيلو تقريبا، الخامات بريميوم ومحترمة جدا. الوش والباب الاساسي من التمبرد جلاس اللي هو الزجاج الحراري. الكيسة بتيجي ب4 مراوح موديل لايت وينجز LX، 3 ريفرست في الجنب وواحدة عادية في الظهر. حجم المروحة 120 مللي، وسرعة الدوران بتوصل 1600 لفة مع 25.5 dB. الإضاءة ARGB ومدعومة على جميع برامج التحكم، وتقدر كمان تغير فيها من الزرار اللي فوق بدون ما تحتاج أي سوفت وير. زي ما شايفين كده المراوح شكل الريش بتاعها مش معدول زي الطبيعي، دي بتعمل معادلة في الشفط والتهوية بناء على تصميم الريش، وكل ده مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمروحة. الكيسة بتدعم كولر مائي 360 مللي في السقف، كمان عندنا دعم الكولر هوائي بارتفاع 18.5 سنتي، يعني أكبر مبرد هوائي في العالم هيركب معاك بدون مشاكل. عرض الكيسة بيدعم كارت شاشة 40 سنتي، برضو وصلنا قبل كده عليها كارت RTX 5090 نسخة الأورس ماستر. السقف والظهر والباب الازاز كله كبس بدون اي مسامير، زي ما شايفين كده بنخلع الباب وبنشده بسهولة جدا علينا. المكان ما بين اخر البوردة من فوق ناحية كابلات باور المعالج والمسافة بينها وبين السقف مرتاحة قوي، تقدر تحط ايدك وتركب اي كابل براحتك. دي من اهم النقط اللي لازم نراعيها لما نيجي نشتري كيسة. عندنا في الظهر 7 اكسبانشن سلوتس، كمان السلوتس دي بتتخلع ومعانا اوبشن ان احنا نركب كارت الشاشة فيرتيكال، وبيجي مع الكيسة الحديدة الخلفية للفيرتيكال كمان. عندنا دعم الهارد كبير 3.5 انش وهاردين صغيرين 2.5 انش. في الظهر عندنا اضافة رايقة قوي، هب كده للمراوح BWM والادريسبل RGB، يعني عندنا مكان ل6 مراوح بحيث نوفر اماكن على البوردة ونوصل 6 مراوح على مكان واحد بس. في الوش بيجي 3 زراير، الباور والريست وليد لتغيير شكل الاضاءة او قفلها خالص، و3 مخارج USB 3، 2 تايب A و1 تايب C، وفتحة 3.5 مللي للمايك والاوديو مع بعض. مكان تنظيم الكابلات في ظهر الكيسة ذكي جدا، في تجويفات كده بتعدي من جواها الاسلاك مهما كانت كتيرة. قواعد الكيسة عبارة عن 4 رجول صغيرة كده فيها كاوتش جلد من تحت بحيث تثبت كويس على اي مكتب. خاماتها قوية وبترفع الكيسة لفوق بحيث تاخد هوا من تحت يساعد في التبريد. التفصيلة دي بسيطة قوي بس تفرق جدا في الاير فلو، احسن ما تبقى الكيسة لامسة الارض بالظبط ومن تحت مفيش اي مصدر للهوا. عندنا فلتر للأتربة من تحت هو الوحيد اللي في الكيسة كلها. الضمان من شركة بي كوايت لمدة 3 سنين. سعر الكيسة دي $155 يعني 8500 جنيه مصري. اللايت لوب اللي معانا ده كافي جدا للمعالج، عايز اقولك موصلناش لاكتر من 75 درجة تحت ضغط، وكمان كنت مفعل البوست، كل ده في حرارة الغرفة العادية اللي كانت حر شويتين بالمناسبة. يعني عايز اقولك انت لو المعالج بتاعك من الفئة المتوسطة، الكولر ده مميز قوي للفئة دي، وهيسد معاك لغاية 5 جيجا هرتز مع استهلاك 250 واط. بالنسبة للكيسة فمفيش حاجة مخنوقة جواها خالص، ودي من اهم المميزات. القطعة واخدة راحتها والاير فلو كويس جدا. الاداء بشكل عام مستقر، كمان مع دوران المراوح تحت اقصى ضغط مفيش اي نويز او صوت يضايقنا خالص. عايز اقول لكم الكيسة دي حلوة جدا كاعتمادية وكأداء وكشكل كمان، بصراحة انا مش شايف فيها اي غلطة. منتجات بي كوايت في الطبيعي بتكون غالية عن السوق، عشان كده مش بنشوفها كتير في مصر، لكن القطع اللي معانا دي منافسة جدا لكل الموازي كمواصفات، يعني تقدر تعتبرها فئة متوسطة سعرا وهاي اند في الكواليتي، فايه اللي يمنعك ان انت تجيبها؟ وتابعنا في الكومنتات عشان هنقول سعر التجميعة دي والهدايا اللي احنا عاملينها عشانكم، واكتب لنا تعليق حلو زيك كده، وما تنساش تشترك في القناة. اشوفكم على خير قريب بإذن الله، مع السلامة.